150,000. ده اتباع خلاص؟ وأعلمه الناس يا جماعه بتضرب شماريخ. ايه الاجواء دي؟ انا دلوقتي في مكان يمكن ناس كتير ما تعرفش انه موجود في مصر. بعيد عن الزحمه في سوق ليه قوانينه. هنا في حاجه اسمها كبير، واحد يسمع له الكلام في ناس تحل. والشغلانه هنا بالكلمه، والكلمه هنا مش بس وعد. شغله بالكلمه مش بالفلوس، بالشرف. وليه ناسه اللي فاهمه اللعبه من سنين. فما حدش هنا بيقدر يعمل مشاكل الا تتحل في ساعتها. نص ساعه كله يدخلش الاجوان، دي عندك ودي عندي، فتحه بالسماح يبصوا بعض ويقولوا سهل. هنا برقاش، واحده من اهم نقاط تجاره الجمال في مصر. كل جمل وراه قصه، وكل قصه وراها عالم كامل. انت معاك كام؟ انا مش لا والله مش شايف الكلام ده ابدا. معاك 15؟ اني اخاف الله. انا دلوقتي في سوق الجمال في برقاش، السوق الاكبر في مصر وفي الشرق الاوسط. احنا النهارده يعتبر في ضيافه المعلم محمد، معلم السوق، اللي هيعرفنا النهارده على عالم الجمال. يلا بينا. دلوقتي احنا الساعه 7، الناس بتبدا دلوقتي تيجي، والعربيات بتيجي محمله جمال وبتنزلها هنا في السوق. بعد الساعه 7 الصبح السوق بيصحى على حقيقته. الناس بتدخل مش جايه تتفرج، كل واحد عارف هو جاي على ايه. الجمال بتتقسم، في اللي جاي يشتري، وفي اللي جاي يبيع، وفي اللي واقف وسيط فاهم السوق وحافظ ناسه. المزاد نظرات واشارات وكلام سريع بين ناس فاهمه بعض من غير شرح. معاه 79. الفل يا 80. معاه 79. معاه 80. 80. والله يسهلك يا عم هادي. قال لك ايه؟ السعر بيتحدد في ثواني، صفقه تتقفل وكلمه واحده تقفل البيعه. لازم 120. معاك 115. لا 15 معاك 115. هو 600 خايف على نفسي. انت معاك كام؟ انا مش لا والله مش شايف الكلام ده ابدا. معاك 15؟ اني اخاف الله. معاك 15؟ لا شريكه بيع لا ما قلتش والله. معاك 15؟ هو انت هتعتبرني في الجيم على 3 جنيه ما هتعتبرني فيه. معاك 15؟ كام انت يا اخلص يا بيع؟ كام قول شايف 100,000. كام؟ ب 100 قلت لك 100. خلاص انت بالك ب 100. انا بالك ب 100 قلت لك 100 قلت لك يا جماعه يعني ب 110. معاك 110. يا وجيه يا وجيه معاك 110. علمه طيب علمه. معاك 110. افتح ايدك. معاك 110. افتح ايدك طيب. انا ملاحظ دايما ان رجل الجمل متنيه ومربوطه وفي علامات على الجمل، فتعالوا نعرف الحاجات دي ايه. ده رجل الجمل دي بتربطها عشان خاطر مثلا ايه، بيريحنا في موضوع البيع والشراء لما نيجي نبيع. يعني خلينا مثلا بدل ما نجري، مثلا لو لقيت في جمال سايبه هتلاقي الرجاله عماله بتجري وراها، فطبعا بتهمدهم طول اليوم ويتعبوا وراها طول اليوم. ربطه الرجل ديت بتريح لنا الموضوع كله، تخلي خطوه الجمل بطيئه شويه. ده علامه المكتب. العلامات التانية كده مثلا زي شين، ده مثلا فريد شوقي. تمام؟ يعني ايه فريد شوقي؟ ده علامة جزار. جزار زبون معانا هنا مثلا من فيصل، من حد من الناس المحترمة يعني. ماشي؟ عندك مثلا دوت للأيوبية، للدقهلية، صباح. ماشي؟ معاك اهو ده اللي مكتوب عليه سامي هناك، ده للشرقية. بس دول كده بيبقوا شارين الجمل ده، اللي هم مكتبين عليهم اساميهم. دول شارينهم ومخلصينهم وكل الماركة بقى حاجه. دي اللي هي بتكوي النار دي جايه من السودان، الكوي دوت. دي ماركة اللي هي بتاعت السودانية نفسها اللي جايه من السودان. لو دخل وضاع في الصحراء ولا الكلام ده كله يعرف يجيبه في اي وقت. ده وشم. دي الوسم بتاع الجمل. ده اللي جاي من هناك من السودان عشان لو ضاع ولا اي حاجه يعرفوا يجيبوه. كل واحد معاه عدد جمال بيعلمها. الماركة بتاعته بالكوي كده. الكويه دي بتاعت صاحب الجمال نفسه اللي جاي من هناك. بعد يومين، بعد اسبوع، بعد شهر هو يعرف يجيبه خلاص. الكوي بتاعه خلاص، لا حد يعرف يمسحه ولا حد يعرف يعمل فيه اي حاجه. ازيكم؟ في بيعه بتتم هنا يا جماعه. بس هبيع والله. ايه؟ اه هبيه.
كما الله وكيل رسمي. 1000 ما تشتري والله ب 42. ايه مستنى هرن على ده يجي. بص على فين الواد ده؟ محمود صابر. وانت صغير لا تشتريه؟ لا ما هو عشان يعلم هو. انا اشتريه انت مالكش دعوه. يعني علمه على بركه الله. على بركه الله. قول بيع ألف ولا مبروك. ميش. قول ألف مبروك. 45 هتشتري؟ 45. 45. ما 42,000 مكتبه 43,000 اللي 44 هتشتري؟ 43 وهندفع 500 جنيه عربي. ماشي 500 جنيه 43 و 500 جنيه عرق. 1000 جنيه زي ما هم بياخدوا على توكل على الله. ابيعه زي كده. ما تبقاش باطل. مش باطل والله ما باطل معاه، والله قعد حلو وببلاش رخيص. عود رخيص وببلاش، ابيع عشان خاطرك انت يا محمد، عشان وجيه المكتب ده بتاعنا والناس حلوين معانا. يعني نبارك بارك يا عم توقع الله. البيعه تمت يا جماعه. بس بالصلاة كام؟ 43 ونص 43 ونص. عشان خاطر مش ألف مبروك يا حاج ميشو. عملت مزاج. طبعا يا جماعه هنا بيعرفوا سن الجمل من سنانه. لبني لسه صغير من سنه ل3 سنين. طب بتعرفوا اللي هو لبني ازاي؟ اهو سنانه متساويه صغيره هي كلها. السنان متساويه دي في العجل في الخروف في الجدر. تعالى بص كده. كاس الجوز السنتين دول هم. شايف السنتين دول؟ ده كاس الجوز ده كده عنده 5 سنين. ده اللي هو سكة الأضحية بتاع لله. السنتين دول هم. لو طالع 4 سنان هنا كسر 4. طالع هنا برضو نفس الكلام 6 سنين يبقى كده كسر 6. طالع له النبي يبقى كام النبي. الحاج عبد الوهاب يعتبر اكبر معلم هنا في السوق. فالراجل ده تاريخ جدا في عالم الجمال. انا رحت الصومال اول 87 شهر واحد. كان الحاج عبد الفتاح الله يرحمه وكان فتح اعتماد ب 10,000 جمل وبعت اكثر من 30 راجل ما وفقوش. كان طالب في الجامعه رحت بعتوا لي رحت علواط بعد خط الاسواق حوالي 700 800 بعد بلد محمد سياد بر النهار. خدناه في 6 ايام في العباد كندروت. ولدة الجمال جت من علواق كينيا على علواق الصومال. من شهر 1 لشهر 3 كنت شاحن حوالي 4000. بعد كده شحنت 2000 2200 في 2000 وكسور لحد ما كملت 10,000 لحد شهر 1 وجا يوم 4/1/88 ورجعت على مصر بسلامة الله. وقعدت في علواق كينيا دي من احلى جبال احلى بلاد العالم واحلى حياه في الدنيا بالنسبه للحياه الطبيعيه دي. نحن مش بالنسبه للناس اللي هي بترفعوا كده لا. اعمل الاوصاف بكامله يا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هنا عائلات وكلها بلد واحده فرشته فيها قمه هنا مش فرشته. الامن هنا في حاجه اسمها كبير الواحد يسمع له الكلام في ناس تحل. فلما عقبال ما توصل الحكومه تخلص كل حاجه ولكن هنا في امن وامان. في امن ناس عائلات تخاف من الكلام الفارغ تخاف من الفضايح تخاف من الكلام اللي ما ينفعش تخاف ان حد يطلع عليه سمعه مش كويسه لان التاجر سمعه. فما حدش هنا بيقدر يعمل مشاكل الا تتحل في ساعتها. نص ساعه كله يدخلش الاجوان دي عندك ودي عندي فتحه بالسماح يبصوا بعض ويبقوا ناس سايب الموضوع خلص. ده في سوق الجمال. الا فئه بقى فئه معينه الحكومه بتحكمها اللي هي فئه ملهاش لازمه. فالحكومه بتعمل ايه؟ بتحكم ابوها. فما فيش حد هنا يقدر يغلط ولا يعمل حاجه الا بالاحترام. اللي مش محترم ملوش لازمه هنا مصر. لان شغله بالكلمه مش بالفلوس بالشرف. فالراح الشرف هتشتغل بايه؟ فلازم يبقى في ادب واحترام. اهم حاجه الشرف. وراجل زي عم ابو وهاب هو اللي بيحل اي مشكله وبخلص اي حوار. وطول عمرنا الحكومه لا بتخش لنا ولا احنا بنروحوا يمها. مشاكلنا بتخلص مننا فينا كده ايه مع نفسنا ما حدش هو بيخش. كبير في السوق. يعني هو أكبر واحد يعني ربنا يسترها. والمهنه الوحيده اللي بالكلمه وبالشرف وبالامانه مهنه الجمال لحد وقتنا هذا. بنجيبوها من ليبيا ومن السودان بالكلمه. التحصيل بتاع الجمال بيتم ازاي؟ بيتم انت بتشتري النهارده وتيجي الاسبوع الجاي تدخل التحصيل القديم وتاخد جديد.
وهنا الشغل كله بالكلمه. الجزارين بتدخل الجديد القديم وتاخد جديد. بالنسبه للي مش معروف قبل ما ياخد الحاجه بيدفع حقها، زي نظام ايه نقد، تاخد الحاجه تشتريها تدفع حقها. لكن طول ما انت معروف وراجل معروف انت مين وابن مين وتاخد اللي انت عاوزه. لو عاوز السوق كله من غير فلوس بتاخد اللي انت عاوزه. طبعا مفيش بقى شيكات. لا الحاجه الوحيده اللي من غير شيكات ومن غير ورق قلت لك كم مره بالكلمه وبالشرف. الجمال خش السوق ما معهوش في جيبه 100 جنيه ولو عاوز ب 20 مليون جمال بياخد طالما انت معروف انت مين وابن مين. بكام؟ 150. ده اتباع خلاص؟ وأعلمك الناس يا جماعه بتضرب شماريخ. ايه الاجواء دي؟ طب ليه بقى بيضربوا الشماريخ؟ عشان الجمل يزيد 20,000 و10,000 وكده. أنا عايز صورة دلوقتي. ده اتباع خلاص. ده ما شاء الله. اتعمل عليه النمرة وبتاع. 150. 150,000. 150,000. الله اكبر. $150,000 بنصلي على النبي كده واحد بس. قول لي على اسعار. يعني دي تعمل 500، دي تعمل 400 جنيه، دي تعمل 200 جنيه. دي ارخص واحده؟ دي ارخص واحده اللي زي دي تعمل 50. دي 50. حلو. في حاجه زي دي تعمل 500. ده اغلى واحده هنا. ايوه. ده عامل زي النبوت. ايوه زي النبوت. ايوه. زي كده. دي بكام؟ دي بكام؟ دي ب 1000 ونص. كل عصايه ولها سعرها برضه. ليه دي عامله 1000 ونص؟ مرسوم عليها منحوت. عشان الرسمه دي. منحوت زي الفراعنه عليها. يا استاذ كل عصايه لها ثمن. يعني زي ما بقول لك المليح ثمنه فيه او الطيب ثمنه فيه. الله ينور عليك. تسلم. اغلى جمل هنا كل جمل يعني بص الجمال هنا حسب الموسم برضه. وفي جمال بتوصل 150 و170 وفي جمال بتوصل 200 حسب وظيفه الجمل. في دايما الاغلى جمال الانيه اللي تخش العلف، جمال الهرم، جمال السبع. دي الجمال اللي هي اللي بتزيد في السعر شويه. كده وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش اللايك ولا الاشتراك وتفعيل الجرس اهم حاجه. ولو عايزني ازور اي مكان في مصر اقترح عليا تحت في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.